بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام، معاكم مطبخ أم سمسم. النهاردة هنعمل اللوبيا اللي هي أم عين سودا دي. هنعملها بطريقة جميلة جدا، وهوريكي ازاي تسلقيها من غير ما تعجن معاكي ولا تطلع قشرتها، وتتسلق في مفيش 5 دقايق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معانا دلوقتي اللوبيا بتاعتنا اهي. أنا مسكت حطيت مية على النار وخليتها تغلي. بعد ما غسلت اللوبيا ونضفتها رحت نازله بيها في الميه المغليه غلوه واحده، وطفيت عنها وسبتها بميه سخنه وركنتها، ورحت عملت الصلصه بتاعتها على طول. على ما الصلصه اتعملت كانت هي اتسلقت في الميه السخنه. والله يا جماعه مجرد ما هي غليت بس عليها واطفي. تمام. ومعايا بصلايه، ومعايا 3 فصوص ثوم، ومعايا قرن فلفل حامي ده اختياري، لو مش حباه بلاش، ومعايا صلصه طماطم، معايا كمون وكزبره وفلفل اسود وسبع بهارات وبابريكا. تمام كده. انا هنا قطعت البصلايه حطيتها على النار، وحطيت معاها معلقتين من الزيت او السمنه، اي حاجه الموجود عندك يا جماعه، احنا مش هنقف على حاجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو وصلتي معايا لحد هنا مشكوره، شكرا جدا ليكم يا حبايبي اللي بتتابعوني من كل مكان، الف شكر ليكم. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسانيش في لايك واشتركي في قناتي لو سمحتي ولو تكرمتي يعني حبيبتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ويا ريت ما تنسانيش في اللايك. هنا هي بدات تاخد لون اصفر معايا اهو. انا ما بحبش احمرها جامد، انا بحبها تبقى صفرة بس. دلوقتي انا لما هي بدات تاخد لون اهو. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا هنزل بقى بقرن الفلفل الحامي قطعته صغير مع فصين الثوم. انا مش هشوحهم، انا مجرد بس هشم ريحتهم بس كده. هروح نازله بالبهارات بتاعتي اللي هي كمون وكزبره وفلفل اسود وبابريكا وحبه ملح. تمام كده. قلبي بس تشوف تبقى شمي بقى الريحه حاجه كده خيال. هنا بقى انزلي بعصير الطماطم بتاعك، طبعا سهله جدا وبسيطه، وهتطبخيها نص ساعه تكون جاهزه معاكي. تمام كده. هنا بقى غطي وسيبها بقى تتسبك. انا هسيبها تتسبك بقى. لو وصلتي معايا لحد هنا مشكوره، ما تنسينيش في لايك واشتركي في قناتي لو سمحتي. بصوا كده هي اتسبكت. هنزل بقى هنا باللوبيا بتاعتي اللي انا سلقاها زي ما قلت لك. سلقاها ازاي؟ انا حطيت ميه على النار غلت، ونزلت باللوبيا بعد ما كنت غسلاها ومنضفاها. يا دوب خدت غلوه واحده وسبتها في الميه وطفيت عنها النار. عبال ما عملت التسبيكه كانت هي اتسلقت. والله يا جماعه، والفاصوليا بعملها بنفس الطريقه وبتتسلق هي مع نفسها. هنا هسيبها مش هتاخد اكتر من بالظبط تلت ساعه على النار وهتكون استوت وبقت جميله. بصوا جميله ازاي. تمام لحد كده. يعني هي كده استوت. لو انت لقيت حاسه ان هي تقيله شويه زودي حبه شوربه. انا ما زودتش. ايه رايكم في الجمال؟ اهي احلى احلى بس فاصوليا لوبيا اسفه ممكن تاكليها. يلا يا حبايب قلبي، ما تنسونيش بقى واشتركوا في قناتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ادرككم في رعايه الامن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.